تخيل تبقى السبب في خطف بنتك اللي ملكش غيرها في الدنيا، وعشان تكفر عن ذنبك بتضطر تواجه أخطر عصابة في تاريخ البلد كلها. والمشكلة مش بس هنا، المشكلة الأكبر إنك شخص أخرس مش قادر تتكلم ولا عارف تطلب المساعدة. عقدتها لكم أوي صح؟ أمال بقى بطلنا هيعمل إيه؟ ودي قصة حياته أصلا. بس قبل ما أكمل لكم بقى ونشوف بطلنا هيتصرف إزاي ويا ترى هيقدر يرجع بنته ولا لأ، ما تنسوش اللايك والكومنت وكمان تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نكمل قصتنا. بيبدأ فيلمنا مع صحفية اسمها ماي. ماي بتبقى بتتكلم مع حبيبها فان اللي بيطلب منها تبطل اللي بتعمله وترجع البيت فورا. بس ماي بتعتذرله وبتقوله خلاص الوقت فات، لازم أكمل مهمتي للآخر، مقدرش أتخلى عن الأطفال دول، الموضوع ده لازم يقف لحد هنا بقى. ماي بعدها بتدخل جوه مبنى مهجور مليان أقفاص من حديد أكنه سجن، وهناك بتسمع صوت أطفال عمالين يصرخوا وينادوا على حد يساعدهم. ولما بتقرب بتلاقي خرم في باب فبتبص منه، واللي بتشوفه بيصدمها لدرجة إنها بتبرق من كتر الخوف. بعدها بتشوف ولد مرعوب وجسمه مليان علامات ضرب، فبتطلب منه يجري يهرب وهي هتتصرف. بس ساعتها بيظهر قدامها عصابة بيحاولوا يخلصوا عليها. بس مي ايه بقى بتبقى بنت قوية قوي ولا جاكي شان، بتمسكهم واحد ورا التاني بتنزل فيهم طح زي ما انتم شايفين كده، بوكسات وشلاليت وأقلام برجليها بإيديها بدماغها كله شغال. بتبقى ناقص تطير كمان، محدش بيعرف يعمل قصادها أي حاجة، لدرجة إنها بتمسك 4 تضربهم لوحدها في وقت واحد، ومفيش حد منهم بيقدر يديها ضربة كده ولا كده يوقفها. والحاجة الوحيدة اللي بتوقفها هي سهم بيتضرب على الطفل اللي شافته، والسهم بيرشق في نص قلبه بالظبط. مي لما بتشوف الولد واقع على الأرض ميت بتقع جنبه من الصدمة. ساعتها بيظهر قدامها راجل بارد وقاسي ما يعرفش الرحمة اسمه كانج. بيقول لها ايه، كنت فاكرة هتقدري تدخلي مكاني تعملي فيه اللي انت عايزاه بالسهولة دي؟ انسي، خطتنا هتفضل ماشية ومحدش هيقدر يوقفنا. كانج بعدها بيدي أمر للي خلص على الولد إنه يخلص على مي هي كمان، فبيوجه سهمه ناحيتها. ولحد هنا بنقف ومش بنعرف مصير مي هيكون ايه. وبنروح بعدها لبطلنا تشاو، راجل غلبان وفقير ماشي جنب الحيط، ولو في مكان جوه الحيط ممكن يمشي جواه عادي جدا من كتر ما هو في حاله وبيتجنب المشاكل خالص. وكمان أخرس مش بيتكلم. تشاو بيبقى عنده بنت صغيرة اسمها لين، بيبقى عايش حياته كلها عشانها، بيعافر وبيشتغل في ظروف صعبة عشان بس يقدر يهتم بيها. ولين بتبقى متعلقة بيه جدا خصوصا بعد موت مامتها. طبعا بسبب ظروف والدها وحالته لين بتكون اتعلمت لغة الإشارة وبتتكلم معاه بيها. وعلى طول تشاو بياخدها معاه في أي حتة بيروحها، مش بيسيبها لوحدها أبدا لأنه بيخاف عليها جدا. حتى هو رايح شغله بياخدها معاه. تشاو بيبقى شغال في التصليح، أي حاجة محتاجة تتصلح هو كفيل بيها. وكمان بيبقى شخص قوي جدا ومحترف في الفنون القتالية، تقدروا تقولوا عليه كده ابن عم جاكي شان هو كمان. وعشان كده لين طول الوقت بتتباهى بقوة والدها وشطارته، لدرجة إنها في مرة بتصوره فيديو وهو بيشتغل عشان تبقى توريه لزمايلها. بس تشاو مش بيحب التصوير خالص فبيطلب منها تبطل تصوره، وبالغلط لين بتخبط تليفونها في راس تشاو. وساعتها بتخاف وبتعتذرله لأن تشاو عنده جرح خطير وقديم في راسه، وهي خبطته في مكان الجرح بالظبط. تشاو ولين بعدها بيخرجوا يرجعوا لبيتهم، وفي الطريق لين بتطلب من تشاو ما يرجعهاش مع جدتها للصين لأنها مش عايزة تسيبه، وبتقوله لو خليتني عايشة معاك هساعدك في الشغل ومش هتعبك أبدا، هبقى كأني ابنك مش بنتك. بس تشاو بيتجاهل كلامها فهي بتزعل منه وبتفضل طول اليوم ما تكلمهوش. وبالليل تشاو بيشوف في التلفزيون أخبار عن حوادث خطف مريبة منتشرة جدا اليومين دول، والأخبار دي بتعرض فيديو لمي كانت نشرته على صفحتها قبل اختفائها، وهي بتتكلم عن إن الشرطة منفضة لحوادث الخطف اللي بتحصل لأن كل اللي بيتخطف أطفال فقراء وظروفهم صعبة جدا. وتاني يوم تشاو بياخد لين على صالون عشان تقص شعرها، بس لين مش بتكون حابة ده لأن شكلها هيبقى زي الولاد ومحدش هيعجب بيها كده. ساعتها تشاو بيقول لها تبقي قوية وعارفة تحمي نفسك أحسن ما تبقي جميلة والناس تيجي عليكي. فلين بتتعصب منه قوي، بتقوله أنا كان عندي استعداد أبقى زي الولاد لو ده هيرضيك وتخليني عايشة معاك، ده أنا حتى اتعلمت الفنون القتالية عشان بس أقضي وقت أكتر جنبك، لكن أنا مش بحبها ولا كان نفسي أتعلمها، وطالما كده كده هتتخلى عني يبقى أنا مش هعمل حاجة تاني ترضيك. لين بتسيب الصالون بعدها وبتخرج لوحدها في الشارع، وتشاو بيتعصب فمش بيخرج وراها وبيستنى يهدى ويخرج يشوفها، وبيسيب الكوافيرة هي اللي تروح تتكلم معاها الأول. بس لين لما بتخرج من الصالون بيظهر قدامها ولد خايف وشكله مبهدل خالص، بيطلب منها تساعده لأن عيلته عملت حادثة. لين بتروح وراه وساعتها بيظهر من وراها 2 بيخطفوها في كيس من أكياس النظافة وبيرموها في عربية. في الوقت ده تشاو بيعرف من الكوافيرة إنه لين اختفت، فبيخرج بسرعة يدور عليها، وبيلفت نظره عربية النظافة اللي لين مخطوفة فيها فبيجري وراها.
ورغم سرعة العربية إلا إن تشاو بيلحقها وبينط من شباك العربية يضرب السواق ويوقف العربية كمان. ساعتها بينزل كل اللي في العربية يضربوه. العصابة بتضرب تشاو في بطنه جامد وبياخدوه جوه مستودع بعيد عن العربية يكملوا عليه، بس تشاو بيقدر يقوم يواجههم وبضربة منه بيوقعهم على الأرض، وبيجري ينط في العربية يدور على بنته لين في الأكياس بس مش بيقدر يلاقيها. وبيلحقوا واحد من العصابة بيفضل يضرب فيه لحد ما بيقدر يرميه من العربية، بس تشاو هو بيقع بيشد بإيده الكيس اللي لين فيه، فالكيس بيتقطع وبيقدر يشوفها. ساعتها لين لما بتستوعب اللي هي فيه بتخاف قوي وبتفضل تنادي على أبوها يساعدها، بس العربية بتتحرك بسرعة كبيرة، ولأن جوانب العربية بتكون اتدشدشت وقت الضرب لين بتبقى هتقع من حافة العربية، فواحد من العصابة بيمسكها من رجليها وعشان يخوفها بيقرب راسها من الأرض لحد ما بتيجي عربية بتبقى هتطيرها. ساعتها الراجل بيرفع لين وبيدخلها جوه العربية. كل ده بيحصل قدام تشاو اللي بيبقى مستسلمش وعمال يجري بكل طاقته على أمل يلحق بنته، بس فجأة بتيجي عربية تانية بسرعة كبيرة قوي وبتخبطه فبيقع على الأرض. هو مش بيبقى قادر يقوم من كتر الوجع، بس بيقاوم وبيستحمل وبيقوم بسرعة على اسم الشرطة يطلب مساعدتهم، بس طبعا لأنه مش عارف يتكلم بيكتب للظابط على ورق اللي حصل، بس الشرطة بتماطل معاه بيقولوا له احنا بنمشي بإجراءات، أكيد مش متوقع يعني نسيب اللي في إيدينا ونطلع نجري معاك ندور على بنتك. انت عرفتنا باللي حصل واحنا هنحقق ولو في جديد هنعرفك. تشاو بيفهم انه مش هيستفيد منهم حاجة، فبيرجع على بيته وهو عمال يلف حوالين نفسه، بياخد تلج ومية عشان يحطهم على جسمه اللي بقى مليان كدمات وجروح من كتر الضرب عشان يفوق ويرجع ينزل يدور على لين واللي خطفوها. تشاو بعدها بيروح على محل سهرات ومراهنات، بيبقى عارف ان عصابات وبلطجية المدينة بيسهروا فيه. ساعتها تشاو بيشوف مجرم من اللي خطفوا لين، فبيروح يوريله صورة بنته ويسأله عنها، فالمجرم بيخاف وبيطلع يجري منه، بس تشاو بيفضل وراه. في الوقت ده بنشوف سونج صاحب مكان المراهنات اللي بيبقى عنده ضيف مهم قوي بيخلص معاه صفقة مهمة. سونج بيبقى هو المسؤول عن حوادث خطف الأطفال، والضيف اللي عنده بيبقى تبع عصابة تانية عايزة تشتري منه 30 طفل من اللي خطفهم مقابل مبلغ كبير قوي سونج ما كانش يحلم بيه. بس الضيف بيبقى عنده شرط واحد بس، يروح بنفسه على المكان المخطوف فيه الأطفال ينقي بنفسه 30 عيل واحد واحد. طبعا سونج مش بيعجبه الكلام، بيقوله انت فاكر نفسك جاي تشتري خضار هتنقيه؟ بص بقولك ايه، انت شكلك جاسوس غبي البوليس رميه علينا وانا مش ناقص وجع دماغ. فالضيف بيقوله براحتك، عايز تخسر الصفقة اللي ب100 مليون دولار براحتك. فسونج بيقوله لا ثانية كده، 100 ايه مليون ايه دولار؟ لا خلاص ما تزعلش نفسك، بس ده انا جايب لك العيال لحد البيت دليفري كمان تنقي فيهم براحتك. وفجأة بيقاطعهم واحد من رجالة سونج بيقول له الحق في شخص معاه مسدس بره وقالب المكان. الشخص ده بيبقى قصدهم بيه تشاو، بس تشاو مش بيكون معاه مسدس ولا حاجة، ده المجرم اللي بيطارده هو اللي قال كده قدام الناس عشان الناس تتلم على تشاو وهو يقدر يهرب. سونج لما بيعرف باللي بيحصل بيفتكر انه الضيف اللي معاه جاسوس زي ما خمن من البداية، فبيؤمر رجالته انهم يخلصوا عليه، بس الضيف بيطلع شخص خطير ومش سهل هو كمان، بيمسك رجالة سونج واحد واحد يطحنهم. اما تشاو فبعد ما المكان كله بيتلم عليه عشان يحاصروه بيلاقي نفسه جوه حلبة مصارعة مع 2 مصارعين من بتوع المراهنات. ومش بس كده، ده كمان بيبقى فيه بلطجية بيمسكوه من بره الحلبة وبيثبتوه على القفص عشان المصارعين يخلصوا عليه، بس قوة تشاو بتساعده يفلت منهم، فبيطلع شاكوش كان واخده معاه، واي حد بيقرب له تشاو بيدشدش دماغه بالشاكوش اللي في ايده. تشاو والضيف بيبقوا هما الاتنين ايه شغالين الله ينور ضرب من كل الاتجاهات، سرعتهم في الضرب ولا سرعة مترو الانفاق، حاجة كده ما شاء الله عليهم، يعني احنا مش بنحسد ولا حاجة. المهم انهم بيدمروا المكان لدرجة انه مش بيتبقى حد فيه غيرهم حرفيا، فبيفضلوا واقفين يبصوا لبعض من الصدمة. الضيف بعدها بيطلع يجري على أوضة الكاميرات وبياخد نسخة من التسجيلات على فلاشة، ولما بيلف وشه بيلاقي تشاو قدامه بيمسكه يطحن هو كمان لأنه تشاو بيكون فاكره تبع سونج. فالضيف بيطلب منه يهدى كده عشان يتكلموا، بس طبعا تشاو مش بيعرف يرد عليه، فبيكملوا تواصل مع بعض بالضرب لحد ما تشاو بيوقع صورة لين منه. ساعتها الضيف بيفهم انه تشاو بيدور على بنته، فبيقول له لا ثانية واحدة بقى، كفاية مد ايد لحد كده، انا كمان مش تبع سونج ولا عصابته، انا بدور على شخص عزيز عليا زيك بالظبط. وهنا بقى بنعرف المفاجأة الكبيرة، الضيف ده بيطلع فان حبيب مي الصحفية اللي اختفت بسبب حوادث الخطف، وفان مش عارف مصيرها ايه لحد دلوقتي. ففان بعدها بياخد تشاو على عربيته وبيوريله كل الصور والمعلومات اللي جمعتها مي عن قضايا الخطف، وبيعرض عليه يتعاونوا مع بعض عشان يلاقي بنته وهو كمان يلاقي حبيبته. فان بيلاقي تشاو طول الوقت ساكت مش بيرد عليه، فبيستغرب وبيقوله ايه يا عم هو انت متردش عليا ليه، هو انت اخرس؟ فتشاو بيبصله من فوق لتحت كده وطبعا مش بيرد. ساعتها فان بيفهم ان تشاو اخرس فعلا، فبيقول له حقك عليا معلش انا ساعات كده بتغابى.
فان بعدها بيوري لتشاو تسجيلات الكاميرات بتاعة مكان سونج، وتشاو بيتعرف فيها على واحد من اللي خطفوا لين. ولما فان بيشاورله على سونج بيقوله ان هو البيج بوس بتاع العصابة، بس تشاو بيقوله انه ما يعرفش سونج. ساعتها بس تشاو بياخد باله من حاجة مهمة في الصور اللي مي صورتها وهي شغالة على القضية. كل الصور بيبقى ظاهر فيها عربية تبريد شكلها مش بيتغير. فتشاو وفان بيروحوا على عنوان المصنع بتاع العربية دي، وتشاو بيشاور لفان انه يدخل من ورا وهو هيدخل من قدام ويعملوا عليهم كماشة. وقبل ما فان يرد عليه تشاو بيعتبره موافق، فبينزل يبدأ خطته. في الوقت ده بيكون سونج في المكان اللي خاطفين فيه الأطفال، بيمسك المجرم اللي تشاو كان بيطارده وبيخلص عليه قدام الطفل اللي ساعدهم يخطفوا لين. الطفل ده بيبقى اسمه تاي، وتاي من كتر خوفه بيرجع للمكان اللي محبوسة فيه لين مع باقي الأطفال. ساعتها لين بترن حتة علقة لأنه ضحك عليها، فتاي بيقول لها إن هي اللي غبية وصدقته من البداية، وبيرد لها الضربة ب10 لحد ما بيجي حد من العصابة يفض ما بينهم ويسكتهم. بعدها بقى بنرجع لتشاو وفان اللي بيكونوا اقتحموا المصنع. تشاو بيضرب أي حد يقف قدامه، أما سونج فبيدخل المصنع من الناحية التانية وبيشوف هناك جثث كتيرة قوي متحنطة في قوالب تلج. ساعتها بيجي من وراه واحد من رجالة سونج بيضربه، ففان بيدافع عن نفسه في الوقت اللي تشاو بيكون خلص على أي حد واقف في طريقه. فسونج بيضطر يواجهه بنفسه وبيضرب عليه نار ببندقيته. ساعتها تشاو بيجري يستخبى ورا قوالب التلج هو وفان، وتشاو بيدي إشارة لفان إنه يهجم على سونج أول ما يخرج هو يجري. تشاو بعدها بيخرج يشتت سونج، وفان بيهجم على سونج وبيوقع قوالب الطوب عليه، فسونج بيفقد الوعي. ساعتها الراجل بتاعه بيتعصب جدا عشانه، فبيروح يخلص على تشاو وفان. وبرغم ان هما الاتنين اقوياء جدا، بس الراجل برضه بيبقى صعب جدا وتقيل عليهم، بيفضل يدشمل فيهم شوية لدرجة انه بيمسك تشاو يهبده في الارض بينزل بيه دور تاني. ساعتها تشاو بيلاقي قميص بنته لين وعليه دم، فبيتجنن ومن كتر الغضب اللي جواه بيقوم يضرب البلطجي بتاع سونج بكل وحشية اكنه مش في وعيه، وبينقذ فان من ايديه بعد ما كان هيخلص عليه. تشاو مش بيكتفي ده كمان بيمسك البندقية وبيبقى عايز يضرب نار على سونج، بس فان بيهديه وبيمنعه لأن سونج هو الطريق الوحيد للين ومي. تشاو وفان بيخطفوا سونج وبيربطوه على ساك حديد عشان يعترف بكل حاجة. في الأول سونج بيعمل نفسه شجاع السيما، فبيقول لهم أنا مش هقول على أي حاجة وبلاش أعمل فيكم زي ما عملت مع الصحفية اللي ما كانتش مريحة نفسها. هنا بقى فان بيتجنن هو كمان، فبيزود عيار الكهرباء لحد ما خلاص سونج بيبدأ يطلع في الروح. ساعتها تشاو بيهديه وبيفصل الكهرباء وبيفكروا انهم محتاجين سونج عايش، اللي هو يعني مر عليك ومر عليا، اللي عياره يفلت يهدي التاني وهكذا مشي الدنيا. سونج في الاخر بيخاف وبيعرفهم انه ما يعرفش حاجه عن مي، هو بس سمع انها راحت مكان اسمه حفرة الافاعي، والمكان ده اللي بيروحه مش بيرجع منه ابدا. هنا بقى بنسيب ابطالنا شويه وبنروح لكانج اللي بيكون قاعد مع مراته، وبيعرف ساعتها انها حامل فبيبقى فرحان بيها جدا، بس بيجيله تليفون باللي حصل في المصنع فبيخرج عشان يحل المشكله دي. والمفاجاه انه رئيس الشرطه اللي تشاو كان بيطلب مساعدته عشان يلاقي بنته بيطلع اساسا شغال مع كانج، وهو اللي بيبلغه بالاخبار اول باول وبيحذره ان الراجل الاخرس بيدور وراهم عشان بنته ومش هيسيبهم ابدا غير لما يلاقيها. كانج بعدها بيروح يخلص على سونج قبل ما يهرب بره البلد لانه فشل في مهمته وما قدرش يخلص من تشاو. اما تشاو وفان فبيكونوا وصلوا على مكان حفرة الافاعي اللي قال لهم عليه سونج قبل ما يسيبوه، وبيفضلوا يلفوا حوالين المكان عشان يلاقوا مدخل يدخلوا منه. في الوقت ده بتكولين بتحاول تلاقي مخرج من السجن اللي هم فيه، فبتاخد حاجة حادة وبتحاول تشيل بيها الحديد اللي في الشبابيك. ساعتها بيدخل عليهم واحد من العصابة، فلين بتستغل الفرصة وبتضربه في وشه بالآلة الحادة اللي في ايديها، وبتخرج هي وباقي الأطفال بسرعة من الأوضة اللي محبوسين فيها. ساعتها بيكونوا تشاو وفان دخلوا مبنى حفرة الأفاعي اللي مخطوف فيه الأطفال. فان بيفتح لايف عشان يعرف الناس باللي بيحصل وباللي هيعملوه. اللايف بتشوف محققة اسمها باو، فبتاخد فريقها عشان تروح تقتحم المبنى وتنقذ الأطفال هي كمان، بس زي ما احنا عارفين رئيس الشرطة أصلا شغال مع كانج فمش بيسمح لها تدخل المبنى. لو مش بس كده، ده كمان بيأمرها تمنع الأهالي اللي ولادهم مخطوفين إنهم يدخلوا المبنى وينقذوا عيالهم. فتخيلوا معايا كده بقى تشاو وفان اتنين لوحدهم مش معهم أي أسلحة في مواجهة عدد كبير من البلطجية وأفراد العصابات عشان ينقذوا 30 طفل، والشرطة عمالة تتفرج عليهم بره ومنع أي حد يساعدهم. حاجة قمة في الفساد والظلم. لكن برغم كل الظروف تشاو وفان بيقدروا يخلصوا على أي حد يقف في طريقهم لحد ما بيوصلوا لمكان الأطفال. وأخيرا بقى بتيجي اللحظة المنتظرة، لحظة ما تشاو بيشوف لين قدامه وهي بتجري عليه تحضنه. تشاو بيبقى عايز ياخد لين ويمشي من المكان بسرعة قبل ما البلطجية يحاصروه من تاني، بس لين بتبقى عايزة تساعد باقي صحابها. ساعتها فان بيخرجهم بره المبنى وبيقول لتشاو أنا هتكفل بالباقي،
بس لين وتشاو لما بيخرجوا بره المبنى لين بتبص لباباها. ساعتها تشاو بيفهم إنهم لازم يرجعوا لفان ولباقي الأطفال. تشاو بيركب موتوسيكل وبياخد لين وراه وبيدخل يقتحم المبنى من تاني، وبيدوس في طريقه على كل البلطجية اللي كانوا ورا فان وباقي الأطفال، لحد ما بينجحوا إنهم يطلعوا مع الأطفال لآخر دور في المبنى وبيقفلوا عليهم، وبيقفوا قدام الأوضة يتصدوا بإيديهم وأسنانهم لكل البلطجية اللي بيجوا في وشهم. في الوقت ده لين وباقي الأطفال بيعملوا حبل من القماش الموجود في الأوضة وبينزلوا بيه من الشباك عشان يخرجوا بره المبنى. لين بتقف تساعد صحابها ينزلوا واحد واحد. ساعتها الناس لما بيشوفوا المنظر بيتعصبوا جدا وبيفضلوا يهاجموا الشرطة لأنهم سايبين أطفال صغيرين بيصارعوا عشان يعيشوا. فباو هنا مش بتسمع لرئيسها، بتؤمر فرقتها يقتحموا المبنى ويساعدوا الأطفال بسرعة. وقتها بيكون كل الأطفال نزلوا، مش باقي غير لين وتاي. تاي بيخلي لين تنزل الأول، بس لين لما بتنزل الحبل بيتقطع، وعلى آخر لحظة الشرطة بتحط حاجة بتنزل عليها لين وبينقذوها. بس لما بيجي الدور على تاي بيكون واحد من العصابة وصله وبيمسكه عشان يرميه، بس باو بتضرب عليه نار وبتنقذ تاي، وفريقها بيكون اقتحم المبنى وقبض على كل البلطجية وأنقذوا تشاو وفان اللي بيكونوا خلاص جابوا آخرهم من كتر المعافرة. وفي مشهد سعيد جدا كل الأهالي بيلاقوا ولادهم فبيحضنوهم عشان يطمنوهم إنه خلاص الكابوس ده انتهى. الكل بعدها بيروح على اسم الشرطة، وفان وتشاو بيقضوا الليلة في الحجز لحد ما التحقيقات تخلص. وباو بتوعد تشاو إنها هتخلي بالها من لين لحد ما يخرج بكرة. لحد هنا الدنيا بتكون ماشية تمام، وزمانكم فاكرين إنه خلاص نهايتنا سعيدة، بس لأ، حقكم عليا للأسف لسه للحديث بقية. كانج الحيوان ده بقى فاكرينه زعيم العصابة الكبير. رئيس الشرطة بيروح لبيته وبيفضحه قدام عيلة مراته باللي كان بيعمله، وكانج بياخد شوية تهزيء من حماه لأنه دمر سمعة العيلة. ساعتها كانج بتهب منه خالص، بيخلص على رئيس الشرطة وعلى حماه وعلى كل رجالته بطريقة وحشية جدا، أكنه طور مجنون مش في وعيه، لدرجة إن مراته لما بتروح توقفه كانج بيطعنها في بطنها وهو مش شايف، فبيدخل في حالة صدمة من اللي عمله. مراته وابنه ماتوا بسببه. هنا كانج الدنيا بتسود في وشه، بيقرر ينتقم من اللي كان السبب، وطبعا هما تشاو وبنته. كانج بيجمع الباقي من رجالته وبيروح يقتحم اسم الشرطة، وواحد بس من رجالته وبيخلص على ضباط الاسم واحد ورا التاني. حتى باو لما بتحاول توقفه بتتصاب وبتفقد الوعي. تشاو وفان بيكونوا سامعين باللي بيحصل، فبياخدوا بسرعة مفتاح السجن اللي وقع من الضابط وبيخرجوا من الزنزانة بتاعتهم يلحقوا لين وتاي. بس الراجل بتاع كانج بيضرب سهم على رجل لين، فتاي بيمسكها وبيساعدها يهربوا ويستخبوا لحد ما تشاو وفان يخلصوا على كانج والراجل بتاعه. بس في وسط ما الأربعة نازلين طحن في بعض بيجي واحد كمان ما كانوش عاملين حسابه خالص، أكن المشرحة يعني ناقصة قتلة. الشخص ده بيكون الراجل بتاع سونج اللي جاي ينتقم منهم هما الأربعة. وبعد صراع طويل حزين مليء بالضرب والتكسير للأسف فان بيموت على إيد الراجل بتاع كانج بعد ما بيعرف منه إنهم خلصوا على مي. وقبل ما فان بيموت بيضمن إنه خلص على الراجل بتاع كانج معاه. تشاو لما بيشوف المنظر بيجي على فان وبيقعد يعيط، بس فان بيطلب منه ما يزعلش لأنه أخيرا لقى حبيبته مي وهيروح لها. كانج ساعتها بيكون خلص على الراجل بتاع سونج، فبيروح ورا لين وتاي يخلص عليهم، بس تشاو بيوصل في الوقت المناسب، بيجري ناحيته بأقصى سرعة فبيقعوا هما الاتنين من الشباك وبينزلوا على عجل. ولما بيقوموا كل واحد فيهم بيشيل عجلة يضرب بيها التاني، وكانج بياخد حديد العجل يخنق بيه تشاو، بس تشاو بيقلبه وبينزل فيه ضرب لحد ما لين بتروح توقفه. ساعتها كانج بيستغل الفرصة وبيضرب لين وبيقوم يكمل على تشاو، فتاي بيتدخل عشان يساعدهم، خصوصا لما بيشوف تشاو مرمي على الأرض مش بيتحرك. تاي بيمسك ايد لين وبيقربوا من كانج عشان يثبتوله انهم مش خايفين منه، بس كانج بدل ما يعمل فيهم حاجة بيقول لهم انا لازم ارجع لمراتي، فبيمشي ويسيبهم. وفي اللحظة دي بيقع على الأرض وبيموت بسبب النزيف، وهي بتعيط بس تشاو مش بيصحى. بس لا ما تقلقوش، تشاو ما ماتش، انا بس حبيت اخضكم زي ما انا اتخضيت بالظبط. تشاو بيعيش وفي النهاية بيتبنى تاي وبيربيه مع لين، وبياخدهم هما الاتنين على شط البحر يعملوا جنازة لفان هناك، وباو بتبقى معاهم. تشاو بعدها بيقعد مع لين على شط البحر وبيقول لها انها جميلة ومش عايزة تبقى زي الولاد زي ما هي كانت فاكرة، احسن من 100 ولد. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والكومنت وكمان تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم بقى في ملخص جديد. سلام.